كل الناس ولاد ناس، بس يا ترى طول الوقت بنبقى ولاد ناس ولا بنختلف من ناس لناس؟ ويا ترى دي مشكلتنا ولا مشكلة الناس؟ ابن ناس مع الدكتور محمد حسين على ميجا اف ام. أهلا وسهلا بيكم حلقة جديدة من ابن ناس. عايز أكلمكم النهاردة عن حاجة شفتها كتير جدا بتبوظ حياة الناس، حاجة لما تشوفها في حد تتأكد إنه مش ابن ناس. إيه هي؟ التفاخر. إن الإنسان يعيش حياته كلها يتفاخر على الآخرين. التفاخر ده مشكلته كبيرة جدا بين الإنسان ونفسه وبين الإنسان والآخرين. طب هو ليه الإنسان بيتفاخر؟ دي حاجة بيعملها الإنسان من غير ما يحس، بيعملها عشان يحاول يسد إحساس داخلي بالنقص، يحاول يداري على إحساس داخلي بعدم الرضا عن نفسي. طول ما أنا بحاول أتفاخر عن الناس أنا بعمل كده لأن أنا مش راضي عن نفسي، فعشان أرضى عن نفسي بفضل أقول لنفسي طول الوقت أنا أحسن من فلان، أنا أحسن من فلانة، أنا أحسن من كل الناس اللي حواليا. الناس اللي بتتفاخر ناس عندها مشاكل، ناس ما بتبقاش حاسة وهي بتعمل ده، لكن ده سلوك الحقيقة بيظهر منهم وبيخلي الناس دايما تقول عليهم مش ولاد ناس. إيه بقى الأمثلة اللي ممكن نشوفها في مسألة التفاخر في حياتنا اليومية؟ الجواز وتجهيزاته، واشترينا كذا منين، وعملنا الفرح فين، ورتبنا لإيه، السكن مين ساكن في المنطقة الفلانية، الشقة دي بكام، ده لابس منين، والبراند الفلاني شكله عامل إزاي، حتى الأكل أنا أكلت في مطعم إيه، أنا متعود أشتري أكلي منين، حتى التعليم. اختيار الجامعات النهاردة واختيار المدارس مش عشان فيها تعليم أحسن، عشان الاسم بتاعها أكبر، وعشان الاسم بتاعها ليه سمعة في المجتمع. حتى الوظيفة الناس مش بتدور على الشغل اللي بتحبه، أحيانا الناس بتدور على الشغل اللي ليه وجهة اجتماعية في عينين الناس. والأغرب من ده كله حتى مراسم العزاء والدفن، حتى الناس وهي بتبني المدافن الناس بتدور على شكلها قدام الناس هيبقى ايه، رأي الناس فيها هيبقى ايه. التفاخر أكتر حاجة بتدمر نفسية الإنسان، لأنها أولا بتحوله مع الوقت لإنسان ملوش قيمة قدام نفسه، وبيكتسب قيمته لما يقارن نفسه بالآخرين، ولما يبدأ يبص على الساعة بتاعته إنها أحلى من الساعة بتاعت اللي قدامه، وإن عربيته أحسن من عربية زميله. كل دي حاجات بتخليه يحس قدام نفسه إنه ملوش قيمة، وبتخلي الإنسان يبص على نفسه منطلق بره، إيه اللي ظاهر مني، لكن عمرها ما بتخليه يبص جواه، إيه اللي محتاج يصلحه في أخلاقه، إيه اللي محتاج يشتغل عليه في سلوكه. هو طول الوقت عامل زي الشخص اللي واقف في الشباك مستني يشوف نظرات إعجاب الناس بيه طول الوقت، وعشان كده مع الوقت بيدمر بنفسه شخصيته، وكمان مع الوقت يبدأ يتحول بقى لشخص مش عقلاني، شخص مش مستقر، شخص مبذر ممكن يصرف في أي حاجة بس عشان يعجب الناس ويشوف في عينين الناس نظرة إعجاب. وأصعب حاجة بيعملها الإنسان في نفسه لما بيتفاخر كتير إنه بيفقد نفسه استمتاعه بالحياة، بيخش في أكبر سباق سلبي ممكن يدمر حياته بينه وبين نفسه. وعشان كده واعرف إن كل متفاخر مفيش جواه سعادة. ومع الناس ممكن جدا علاقتك تتدمر لو انت شخص بتتفاخر، لأن الناس غالبا هتشوفك بطريقتين. النوع الأولاني، في ناس هتكره الشخص اللي بيتفاخر، هتكرهه لو هم مش مستقرين نفسيا، طريقته في التعامل معاهم هتهز ثقتهم بنفسهم، هتحسسهم دايما انه ناقصهم حاجة، مش هتحب أبدا تقعد معاه، مش هتحب أبدا تكون في دائرة علاقاته. النوع التاني من الناس المستقرة، الناس اللي إحساسها بنفسها كويس، الناس اللي عندها ثقة بنفسها، في الحقيقة هتفضل طول الوقت شايف الشخص المتفاخر ده إنه شخص مريض محتاج للمساعدة، هيفضل دايما يصعب عليهم. عشان كده عمر الشخص اللي ما بيتفاخر كتير ده الناس بتشوفه إنه إنسان عنده قيمة أو بتحبه، لأنها يا إما بتشوفه مزعج ومتعب مش عايزة تقعد معاه، يا إما بتشوفه غلبان ومسكين ومريض. ابن الناس مش بيتفاخر على الناس لأنه عارف إنه مش أقل من حد ولا حد أقل منه، عشان كده معروف إنه ابن ناس من غير إثبات. ابن ناس مع الدكتور محمد حسين كل يوم في رمضان الساعة 6 بالليل، والإعادة الساعة 8 بالليل، وتاني يوم الساعة 2 الفجر على ميجا اف ام.